بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بسفينة بحرية في المحيط الهادي، وبيكون عليها ركاب مسافرين لولاية سان فرانسيسكو. وفي طريقهم بيشوفوا مركب صغيرة عليها طفل عايش، لكن والده ووالدته ميتين. ولما بيوصل البحارة للمركب عشان ينقذوا الطفل ده، بتقرر واحدة من المسافرين إنها تاخد الطفل وتربيه. وبتكون أرملة اسمها سارة، وعندها بنت صغيرة اسمها ليلى. وبتكون الأوضاع سيئة على السفينة بسبب انتشار مرض الكوليرا بين المسافرين. وبيروح قبطان السفينة يتكلم مع سارة، وبيقول لها إنه مضطر ينزلها من السفينة عشان خايف عليها تتعدي من المسافرين. وبيقول لها إنه هيركبها مركب نجاة وهيبعت معاها بحار. فبتتعصب سارة وبتقول له إنها لو نزلت من السفينة مستحيل توصل لولاية سان فرانسيسكو، لأنهم في نص المحيط وقدامهم حوالي أسبوعين. فبيقول لها القبطان ان في 5 بس اللي ما اتصابوش بالمرض، وفي احتمال كبير ان كلهم يتصابوا قبل ما يوصلوا للمدينة، ولازم ينزلها من السفينة بسرعة حفاظا على سلامتها وعلى سلامة الاطفال اللي معاها. فبتنزل سارة من السفينة وبتاخد معاها بنتها ليلى والطفل اللي كان في المركب، وبتسميه ريتشارد. وبيركب معاهم بحار اسمه كارل عشان يوصلهم لولاية سان فرانسيسكو. وبعد يومين في البحر بتحس الاطفال بالجوع والعطش، وبتطلب من كارل يدي الاطفال مية عشان بالطريقة دي هيموتوا. فبيرفض كارل لان المية اللي معاهم مش كتير. ومع الوقت بتبدأ المية تخلص منهم، والأطفال بيفضلوا يعيطوا من شدة الجوع والعطش. فبيتعصب كارل وبيقترح على سارة انه يرمي ريتشارد في البحر، وبيقول لها انها مش هتتأثر بموته لانه كده كده مش ابنها. ولما بيقرب من ريتشارد بتضربه سارة وبترمي جثته في البحر. وبعد فترة بتحس بالإحباط لأنها في وسط المحيط ومش معاهم أي أكل ولا مية. وفجأة بتشوف جزيرة قدامها، فبتقرر تروح هناك عشان تدور على مية. وبتبدأ تعمل خيمة عشان تقعد فيها، وبتلاقي هناك أكل ومية، وبتقعد تاكل هي والأطفال. لكن لسوء الحظ بتيجي عاصفة كبيرة بتدمر الخيمة بتاعتها. وبعد ما العاصفة بتخلص بتاخد الأطفال عشان تستكشف الجزيرة. وفجأة بيشوف ريتشارد بيت صغير وبيجري عليه، وبيقول لسارة إن ده بيته. وبيفضل يدور على والدته اللي ماتت في المركب. فبتلاحظ سارة إنه حافظ البيت، وبتعرف إن والده ووالدته كانوا عايشين في الجزيرة دي. ولما بتلاقي ريتشارد بيعيط بتحاول تواسيه، وبتوعده انها تهتم بيه وتربيه زي ابنها بالظبط. وبتقرر سارة تتأقلم على الوضع وتعيش على الجزيرة عشان تربي ريتشارد وليلى وتعلمهم كل حاجة. وبتبدأ تتعلم الصيد، وبتجيب أكل للأطفال. ولما بيقعدوا ياكلوا بيحدف ريتشارد الأكل على ليلى، فبتزعق له سارة وبتحاول تحسن سلوكه. ومع الوقت بيكبر ريتشارد وليلى وبيبدأوا يعتمدوا على نفسهم لدرجة انهم بيصطادوا خنزير من الغابة. وبعدها بيروحوا لسارة عشان تحميهم في البحيرة. ولما بيرجعوا البيت بتتكلم معاهم سارة وبتعرفهم كل حاجة عن الجواز. وبعدها بتروح ليلى وريتشارد يصطادوا سمك، وبيربطوا المركب بتاعهم في حجر وسط البحر. لكن بيتقطع الحبل والمركب بيمشي بعيد عنهم، وبيتفاجئوا بقرش كبير قريب منهم. فبيحاول ريتشارد يشتت انتباهه، وبيعوم بسرعة هو وليلى للمركب وبيرجعوا الشط. فبتيجي سارة وبتزعق لهم عشان اتأخروا، وبتحذرهم ما يصطادوش في مكان فيه قروش مرة تانية. وفي يوم بيكونوا قاعدين بيغنوا في البيت هما التلاتة، وفجأة بينهار السقف عليهم بسبب المطر الشديد. فبتطلع سارة عشان تصلحه. وبعد فترة بيجيلها برد ودرجة حرارتها بتزيد، وبتحس بتعب شديد وبتحس انها هتموت. فبتشرح للأطفال معنى الموت، وبتاخدهم لمكان في الجزيرة، وبتقول لهم لما تموت يدفنوها هنا. وبتلاحظ ريتشارد بيعيط، فبتحاول تواسيه وبتقول له انها مش امه الحقيقية، لكن هي بتحبه جدا وبتعتبره ابنها. وتاني يوم بتموت سارة، وبيدفنها ليلى وريتشارد زي ما قالت لهم بالظبط. وبيفضلوا يعيطوا عشان بقوا على الجزيرة لوحدهم. وبعد فترة بيكبروا هما الاتنين، وبيحاولوا ينفذوا وصية سارة، وبياخدوا بالهم من بعض. وبياخدها ريتشارد في المركب بتاعهم، وبينزل البحر وبيجيب صدفة وبيديها اللؤلؤة اللي فيها. وبتفرح ليلى بالهدية، ولما بترجع البيت بتقوله انها هتحطها في شعرها عشان تفتكره دايما. وبيفضل ريتشارد يراقبها وهي بتحط اللؤلؤة في شعرها. وبعدها بيسيبها وبيروح البحر، وبيقرر يعوم قريب من القرش عشان يتسابق معاه ويشوف مين فيهم الأسرع. وبيكسب التحدي وبيروح يحكي لليلى، وبتكون متضايقة من تصرفه ده وبتسأله ليه خاطر بحياته. فبيغير ريتشارد الموضوع، وبيقول لها انها اتغيرت وما بقتش تتكلم معاه زي زمان. فبتعتذر له ليلى وبيرقصوا مع بعض. وبعد شوية بتطلب منه ينقل السرير بتاعها بعيد عشان هي عايزة تنام لوحدها، خصوصا ان هي كبرت وما ينفعش تفضل نايمة جنبه. فبيحس ريتشارد ان هي عايزه تبعد عنه، وبيتاكد من ده لما بيلاقيها بتكلم نفسها قدام قبر امها. فبيقول لها ريتشارد انه هيريحها منه وهيروح يستكشف الغابه من الناحيه التانيه. فبتتعصب ليلى وبتقول له ان والدتها كانت بتمنعهم يروحوا هناك. فبيتجاهل كلامها وبيدخل الغابه لوحده لحد ما بيوصل لمكان غريب فيه هياكل عظميه وفجاه هنا بيسمع صوت قبيله بتقرب منه، فبيفهم انهم عايشين في المكان ده. وبيضطر يحط طين على جسمه ويستخبى عشان محدش يشوفه. وبالليل ريتشارد بيفضل
مكانه عشان محدش يقبض عليه، وبيشوف القبيلة وهم بيرقصوا وبيعملوا الطقوس بتاعتهم. ولما بتخلص الطقوس بيمشوا كلهم ما عدا شخص واحد، فبيروح ريتشارد وبيكون عاوز يقتله، لكن بيرجع في قراره ده وبيهرب وبيروح لليلى عشان بتكون قلقانة عليه وبتعترف له بحبها. فبيقرروا يتجوزوا ويعملوا خواتم من الخشب وبيحتفلوا بجوازهم قدام قبر والدتهم. وبعد ما بيتجوزوا بيرجعوا يقربوا من بعض مرة تانية وبيفكروا يخلفوا طفل. في يوم بيكونوا بيجهزوا شبكة الصيد وفجأة بيشوفوا سفينة بتقرب من الجزيرة، فبتستخبى ليلى وريتشارد عشان محدش يشوفهم. ولما بيلاحظوا البحارة بيقربوا بمركب صغيرة بيقرروا يتكلموا معاهم، وبيقابلهم قبطان السفينة وبيستغرب شكلهم وبيقول لهم انه دخل الجزيرة عشان يدور على مية لان المية اللي معاهم خلصت. وبيعرفهم على بنته سيلفيا، وبتكون ليلى مستغربة لبسها جدا. وبالليل بيستضيفهم ريتشارد وليلى في بيتهم وبيعرفوهم انهم عايشين على الجزيرة دي بقالهم فترة طويلة. وبيكون في بحار بيبص على اللؤلؤة اللي في شعر ليلى وبيكون باين ان هو عاوز يسرقها. وبيجي تاني يوم وبيديهم القبطان لبس وهدايا كتير عشان يعبر لهم عن شكره ليهم. وبتتكلم سيلفيا مع ريتشارد وبتقوله انه شكله وسيم جدا بالبدلة. بعدها ريتشارد بيروح هو وليلى عشان يساعدوا البحارة ويشيلوا معاهم البراميل اللي هيملوا فيها المية. وبالليل بتسألهم سيلفيا بيعملوا ايه في وقت فراغهم وهم مع بعض، فبيقول لها ريتشارد ان هم بيغنوا وبيعدوا النجوم لانهم اتعودوا يعملوا كده وهم صغيرين. وبعدها بيرقصوا مع بعض وبتتضايق سيلفيا من حبهم لبعض، فبتاخد ريتشارد وبتعلمه رقصة جديدة وبتحاول تقرب منه. فبتتضايق ليلى لما بتشوف ريتشارد مبسوط معاها. وبعد شوية بتتكلم ليلى مع ريتشارد وبتقوله ان هي بتغير عليه من سيلفيا، فبيحاول يبرر لها الموضوع وبيقول لها انه مش معجب بسيلفيا لكنه حابب يتعرف عليها عشان تعلمه كل حاجة عن حياة المدينة، خصوصا انهم قرروا يرجعوا المدينة مع القبطان ولازم يكونوا مستعدين للعيشة هناك. وتاني يوم بتحاول ليلى تحط ميك اب من بتاع سيلفيا عشان تلفت انتباه ريتشارد وتبان جميلة قدامه. فبيجي ريتشارد وبيقول لها ان شكلها مضحك جدا، فبتحاول تفهمه ان هي بتحبه وعايزاه يبعد عن سيلفيا. فبيتجاهل ريتشارد كلامها وبيروح يقابل سيلفيا عشان يعلمها الصيد. فبتتضايق ليلى وبتروح البحيرة وبتفكر تنفصل عن ريتشارد. وبيكون البحار مراقب ليلى عشان يسرق اللؤلؤة. وفي الوقت ده بتكون سيلفيا بتتكلم مع ريتشارد وبتحاول تخليه يقرب منها، وبتقول له يبعد عن ليلى لانها مش مراته ومش متجوزين بطريقة قانونية. فبيقول لها ان ليلى هي حب حياته ومستحيل يبعد عنها مهما حصل. وبعدها بيسيبها وبيمشي وبيدور على ليلى عشان يعتذر لها عن تجاهله ليها. في الوقت ده بتكون ليلى في البيت وبيسرق منها البحار اللؤلؤة بتاعتها وبيكون عاوز يغتصبها. وبيجي ريتشارد في الوقت المناسب وبيتخانق معاه، لكن بيقدر البحار يضرب عليه نار بالبندقية بتاعته. وبيقدر ريتشارد يمسك البندقية عشان يقتله بيها لكن بيكون مش عارف يستخدمها، فبيهجم عليه البحار وبيحاول يقتله. وبيقدر ريتشارد يهرب منه وبيكون البحار مصمم يقتله، وبيجري وراه لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه القروش. وبينزل البحر وراه لحد ما بتيجي سمكة قرش وبتاكله. وبعدها بيرجع لمراته ليلى وبيقول لها ان القبطان هيتحرك بالسفينة كمان ساعتين. فبتقول له ليلى انها حامل وبتعرفه انها مش عاوزة تروح المدينة عشان تربي ابنها على الجزيرة بعيد عن اهل المدينة. وبيفرح ريتشارد عشان هيبقى اب، وبيقول لها انه هيعيش معاها على الجزيرة ويربوا ابنهم سوا. وبيخلص الفيلم على كده.